ما تسافرش ليبيا غير لما تتاكد من 3 حاجات، عشان ما ترجعش تندم وتقول انا مش عارف اجمع فلوس عشان اروح وعشان الكلام ده كله. اول حاجه اتاكد ان ليك حد هناك هيشوف لك شغل، وشغل يكون يومي، ما تشتغليش 10 ايام في الشهر او 15 يوم في الشهر وتقول لي ده شغل. تاني حاجه السكن، اهم حاجه يكون لك حد هناك وموفر لك سكن عشان ما تروحش هناك وتحتار، عشان كان في ناس كتير بتبعت لي ان هي مش لاقيه سكن بعد ما سافرت. تالت حاجه ان اليوميه تكون كويسه، اليوميه تكون مناسبه. مش هقولك يوميه تكون عاليه قوي ولا هي تكون، لا، انت اسال على اليوميه او شوف متوسط اليوميات في شغلك بيبقى كام. هي طبعا ارزاق وكل حاجه وكل واحد له رزق، بس مش هتخسر حاجه لما تسال متوسط اليوميات في شغلك بيبقى كام، عشان تحدد هل اليوميه دي هتمشي معاك الدنيا، هل هتصرف على بيتك اللي انت سايبه، اذا كان عندك اولاد او اذا كان انت لسه خاطب وعاوز تتجوز، اذا كان انت لسه بتأمن مستقبلك، هل اليوميه دي هتمشي معاك، هتنفع معاك، هتعرف تحوش منها، هتقضي مصاريفك، هتقضي مواصلاتك، هتعرف توفر منها مبلغ كويس، الكلام ده كله ولا لا. اتأكد من ال3 حاجات دولت الاول كويس، وبعد كده سافر عشان ما ترجعش تندم بعد كده.